تعمليش كده تاني. لو حد كان قال لي ان كمان 3 سنين بالظبط هتتقابلي انتي ورنيم وتقضوا يومين ترجعوا بيهم لايام السكن الدافيه الحنينه الجميله، بصراحه ما كنتش هصدق. دلوقتي بقى يا جماعه هندي هديه رانيم. هاي كوبي انا صارفه ونكلمك. اللي ما يعرفش، انا ورنيم صحاب من قبل ما اظهر اصلا على السوشيال ميديا، كليه واحده سكن واحد، وبصراحه كده رنيم من اجمل المكاسب اللي انا طلعت بيها من كليه اعلام. انا كان نفسي في المج ده قوي اقسم. واخيرا نزلنا سوا، النزوله دي بنرتب لها بقالنا كتير، وكنت جايبه لها هديه عيد ميلادها، واتفاجئت ان هي كمان فكرت في نفس الحاجه وجابت لي هديه عيد ميلادي. من اكتر الحاجات اللي بحبها في علاقتي برنيم ان احنا مهما قعدنا مده كبيره ما نتقابلش، وانس ان احنا اتقابلنا احنا اكننا كنا لسه سوا امبارح. فطرنا وفضلنا نتكلم ونحكي كتير، وبعدين قررنا ندخل سينما فيلم فيها ايه يعني، عارفين الصاحب اللي بتبقوا على طبيعتكم جدا معاه، ما بتحتاجوش تتصنعوا او تجملوا نفسكم. باختصار دي علاقتي انا ورنيم. ما تعمليش كده تاني. هخرج واسيبك. وهنا رنيم اتأثرت بالفيلم، قلت لها والله لو ما بطلت عياط هخرج واسيب الفيلم فورا. 10 مش مستاهله 9 انا مراهقه. خلصنا السينما وقلنا نروح ناكل، ومن اكتر الحاجات اللي بسطتني في اليوم ان احنا قابلنا منكم ناس بتحبنا قوي، مش بس كده سلموا علينا وتصوروا معانا، بجد كانوا زي العسل. طبعا يا جماعه ما كانش ينفع رنيمه حبيبه قلبي تبقى في المنصوره وما جبتهاش مكاني. احلى حاجه في كل دقيقه الثانيه معاكي هنزل سوا بعد 3 سنين اخيرا ناخدها رمه. ما انت الاجمل بين خلصنا اكل وروحنا عندي على البيت، اتفرجنا على الخطوبه بتاعتي وبيتنا سوا، وتاني يوم قضيناه سوا لان احنا ما لحقناش نشبع من الكلام مع بعض. الله الله الله. نصيحه من قلبي، حافظوا على الصحاب المخلصه اللي في حياتكم، لان دول اجمل رزق وهديه من ربنا.